افروسنتريك. صح، العالم لقى ملايين الافارقه موجودين على حدود ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، عاوزين يحتلوها ويدخلوا ودخلوا المدن بالفعل وعاوزين يعملوا فيها دول واوطان ويحكموها. هل الموضوع ده جه فجأة؟ لا طبعا، ده جزء من الخطه اللي انا قلت لكم ان في خطه كبيره لاعاده ترتيب المنطقه كامله والعالم كامل. انتوا ما صدقتونيش، فاكريني بهزر او واحد داخل يهزي. يا جماعه انا راجل مشارك لقمي، مشارك روتشيلد، اعرف الخطه العالميه كلها ماشيه ازاي وموضوعها ازاي وايه المترتب. دلوقتي مترتب لمصر ان اللاجئين الموجودين في مصر يتم استخدامهم لاقامه اوطان لهم داخل مصر عن طريق قياداتهم اللي هي موجوده. الناس دي كلها غالبيتها عارفين بعض لانهم من قرى واحده ومدن واحده وحاجات زي كده ومعاشائر وقبائل وقصص كده. عندنا 31 مليون اجنبي لو اتحركوا هيدمروا البلد كامله. لما قلت مصر المصريين، الناس دي لازم تنطرد، لازم تخرج خارج مصر خالص. عماد سعد الله رئيس لمصر 2024 انقاذا لمصر بعلمها الاحمر الملكي وبالعنخ الذهبي، مفتاح الحياه الذهبي اللي بيه سيتم اخراج كنوز مصر للمصريين.